ازاي عرفت اني محسودة؟ كنت حاسة اني محسودة وفي حد عينه راشقة في حياتي. اول ما بدأت تظهر عليا العلامات دي عرفت اني محسودة بعين وجامدة قوي كمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين اصحابي وحبايبي واخواتي وكل متابعيني على قناتي. خليني اعرفكم بنفسي، لو اول مرة تشوفوني انا سوا ودي قناتي. يشرفني جدا جدا ان حضرتك لو اول مرة تشوفيني مش مشتركة فيها تشتركي فيها، عشان ان شاء الله باذن الله مش تخرجي منها ابدا ابدا الا وانت مستفيدة ومغيرة كل حياتك للاحسن والافضل باذن الله، وعمرها ما هتتغير للافضل ولا للاحسن الا بذكر الله. وانك تقولي معايا دلوقتي حالا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول ما بدات احس باعراض الحسد او العين كان من حوالي 15 سنه، لما بدات حياتي تقف حرفيا كل حاجه جايه معايا عكس ده ان جت اصلا. واي حد حواليا كان يعرفني او شايفني او اخد رايه في اللي بيحصل لي ده، كان كل الآراء أجمعت على إني محسودة أو في عين صايباني. كنت بصلي وكنت بسمع الرقية الشرعية، بس بصراحة ما كنتش مداومة. دراستي اللي كنت متفوقة فيها، كتبي اللي كنت بمسكها أكلها أكل، مرة واحدة نظري ضعف قوي. أجي أمسك الكتاب بتاعي عيني تدمع، أنا مش شايفة، أنا مش طايقة الكتاب ولا طايقة حاجة اسمها دراسة. دي كانت أول بداية للحسد اللي حصل لي بسبب كلمة واحدة بس اتقالت لي. احنا كل ما نيجي نسأل على سهى نلاقيها قاعدة بتذاكر. الموضوع ده فضل مستمر معايا سنين، بدل ما كنت درجة أولى بقيت أرجع درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة. مش طايقة، والمشكلة إن أنا مش مستغربة نفسي ولا حتى حاسة بالذنب، لغاية ما جت آخر سنة في ثانوية عامة لقيت نفسي بخرج نفسي من جميع الدروس وبقعد في بيتي حابسة نفسي وقافلة على نفسي. محدش يجيب لي سيرة مذاكرة، محدش يقول لي ذاكري، محدش يقول لي وراكي درس او وصلتي لغايه فين، محدش يجيب لي سيرتها خالص. المهم اللي انا كنت فيه ده محدش كان مفسره ابدا ابدا. اللي يقول لي دي حاله نفسيه، اللي يقول لي انت ضغطتي على نفسك لغايه ما كرهتيها. شكيت في كلامهم ان ممكن يكون صح، ممكن اكون انا قرصت وضغطت على نفسي لغايه فعلا ما حسيت ان انا خلاص زهقت من الحاجه دي، لغايه ما ظهرت لي العلامات دي اللي عرفت من خلالها ان فعلا في حسد. كبرت شويه، جيت لسن الجواز والخطوبات، اني اتوفق في شيء مفيش موضوع متوفق لي. اوعي ابدا تستهتري بالحسد ده، لو حسدوكي على اي حاجه انت بتحبيها وفرحانه بيها هتكرهيها وتفقدي شغفك بيها. لو حسدوكي على علاقه هتنتهي بسرعه، لو حسدوكي على نشاطك وحركتك هتبقي كسولة ولا اللي عندها 90 سنة. ده لو حسدوكي على صحتك هتلاقي نفسك بتزوري الدكاترة عمرك في حياتك ما كنت تتخيلي ان هم يجوا على بالك اصلا. ده علاقتك بربنا وعبادتك وصلاتك هيحسدوكي عليها. لو حسدوكي على اكلك وشربك مش هتلاقي تاكلي. الحسد بيقتل، الحسد بيمرض، الحسد بيدمر بيوت وبيقتل فرحة. الحسد اقوى من السحر وتأثيره. اقفلوا شوية على بيوتكم وعلى اولادكم وعلى انجازاتكم وعلى افراحكم، لان للاسف في حياتنا كلنا في ناس قاعدة متربصلنا وبتتمنى زوال النعمة والفرحة منك بس عشان هي ترتاح. حياتنا بقت في الوقت ده كلها على الملأ. اللي انت مسجلة رقمها عندك على الواتس دي حرفيا بتكون قاعدة في بيتك. حياتنا بقت كلها دلوقتي على الملأ. اللي صديقة عندك على الفيسبوك او انت مسجلة رقمها على الواتس دي حرفيا قاعدة جوه بيتك. اوعي تخلي حد يركز في حياتك لدرجة انه يستكترها عليكي. كنت اول بنت في معارفي وفي صحابي ممكن يكون مثلا اتقدم لها عريس بدري شويه او في الاول، وكله تنبأ لها ان خلاص دي مثلا هتتجوز بدري لان العين عليها مثلا وعرسانها كتير وانتوا عارفين الجو ده. انا بدأت في المواضيع دي الاول، بس لما جيت اتوفق كنت اخر واحده. ما هي دي مهمة الحسد، انه يأخر. كان زي بنات كتير في الوقت ده بقصص مختلفة، اللي يجي يتقدم لها حد ويقعدوا مع بعض ويشوفوا بعض، اول ما يطلع من البيت يختفي. طب احنا قعدنا مع بعض وكان في قبول والدنيا ماشية تمام، مرة واحدة الموضوع ما كملش، الموضوع ما تمش. طب ليه؟ مفيش سبب. والموضوع ده مش يحصل مرة واحدة، لا ده مرات متكررة كتير جدا. عايشة جوه بيتي حياة هادية مستقرة والدنيا معايا ماشية تمام والحمد لله وزي الفل، مرة واحدة الحال يتقلب، الدنيا تتهد. اللي تبقى عايشة في أمان الله مع جوزها ونسمع عنهم طول الوقت ان هم حياتهم مستقرة والحمد لله ماشية، نلاقيها انفصلت عن جوزها. اللي حياتهم المادية بتكون الحمد لله كويسة وماشي الحال، مرة واحدة مستلفين ومتدينين وفقرانين ومش لاقيين ياكلوا. ايه اللي حصل لكل
كل ده؟ اصل جوزها عمل حادثة وقعد عاجز في البيت. ايه ده؟ مش ده فلان ابن فلانة؟ ازاي واقف على الناصية في الشارع وبيشرب سجاير؟ ده احنا ما كناش نشوفه الا وهو طالع وخارج من الجامع، ونبص له ونتمنى ونقول يا رب نشوف عيالنا زيه. وامثله من دي كتير وبلاوي اكتر بنشوفها حوالينا كل يوم. وكل ده سببه ايه؟ سببه الحسد. احنا في زمن دلوقتي انا بسميه زمن الحرمان. الناس بتكافح فيه عشان تعيش، عشان تاكل، عشان تشرب. وانت رايحه هنا تعملي ايه؟ رايحه تحطي صوره لعزومه عازمها لك جوزك على الحاله بتاعه الواتس او على الفيس، وجوزي حبيبي ربنا يخليك ليا ودايما عازمني، كأنك اول من جوزها يعزمها ويخرجها ويأكلها. لا، هصدمك هنا واقولك ان كلها بتعمل كده بس في الدرة. يبقى لو حصل لا قدر الله كارثة لجوزك في صحته او في شغله يبقى ما تستغربيش. لو بيتك بقى دايما في مشاكل برضو ما تستغربيش. قد ايه بتحبي شغلك ونفسك ان انت تكبري فيه، وقلتي انك قد ايه ناجحة في حياتك العملية، وانك اترقيتي او خدتي عمولة او مديرك او مديرتك بيعزوكي. يبقى ما تجيش ابدا وتستغربي لما تقعدي من شغلك او تلاقي نفسك بقيتي على طول متداينة، او بقى يطلع لي كده حاجات في الشهر معرفش منين بتخليني اصرف مرتبي فيها. صدقيني وقتها اقربها هيكون العلاج، او حتى خصم بقى بيحصل لي في شغلي من حاجات والله ما اعرف هي ازاي بتحصل ولا امتى. اوعي ابدا تخلي بيتك او جوزك او ابنك ضحية لحظة استهتار منك. مستكترة عليكي ان جالك حاجة، مستكترة عليكي ان انتي فرحانة، واحدة مستكترة عليكي ان جوزك حنين عليكي وشايفة نفسها ان هي كان المفروض يبقى من حقها تبقى في كل النعم اللي انتي فيها دي. الموضوع ساعات بيكون اكتر من حسد وعين. الموضوع انهم بيوصل بيهم الحال ان هم يتمنوا ليكي زوال اي نعمة في ايدك او فرحة، وتلاقيهم من كتر الحقد والغل اللي جواهم بدأوا يسعوا لخراب بيتك، وفي الاخر يقولولك ايه؟ هو احنا هنكره لك الخير يعني؟ طب ايه هو معنى الحسد؟ الحسد هو دي بيصيب الحسود كل ما شاف نعمة في ايد حد بيتمنى ان هي تزول منك وتبقى عندي انا اللي استحقها. وتلاقي نظرتها ليكي بقت سامة، قلبها بقى كله غل. ليه فلانة عندها جوز حنين عليها وانا لا؟ ليه فلانة عندها ابن شاطر وانا لا؟ يوصل بيها الحال ان هي تستكتر عليكي، ممكن من غير ما تاخد بالها تأذي نفسها. ما بالك بقى انتي ممكن تعمل فيكي ايه؟ هتأذي نفسها ازاي يا سهى؟ ده ممكن يوصل بيها الحال ان هي تخرب بيتها بسبب انها متمنية نعمة عندك هي مش طايلاها. ما بالك بقى انتي ممكن تعمل فيكي ايه عشان تأذيكي في ان النعمة دي تزول من وشك؟ الاسحار اللي بنشوفها معمولة للناس دي من ايه؟ ما هي دي من كل حاقد وحاسد جوه قلبه نار وبيغل ومستكتر عليا النعمة. ما هو بيفضل طول عمره تعبان لانه دايما معترض على نعمة ربنا. كل ما تشوف نعمة في ايدك كل ما تنكاد، كل ما قلبها ده ايد نار ولا يعوذ بالله. ايه هي العلامات اللي لو ظهرت عليا اعرف اني محسودة او منصابة بالعين؟ وشي بقى اصفر ومش رايق، كسلانة وعندي خمول، بحلم بأحلام وحشة جدا وكوابيس، جسمي بقى كله حبوب وعلامات غريبة، ظهري دايما بيوجعني مش مقومني، بعرق كتير، صدري دايما ضيق ومش قادرة اتنفس. العلامات دي لو ظهرت عليكي تعرفي فورا ان انتي محسودة ولازم تتحركي. طب انا يا سهى لو ما عنديش اي حاجة من الحاجات دي بس دايما عندي احساس ان انا محسودة، دايما موهومة بالموضوع ودايما عندي وسواس. بالنسبة للناس اللي 24 ساعة قاعدين بيشتكوا بس همهم، طول الوقت بيدعوا الفقر، بيدعوا النكد، بيدعوا الكرب، بيدعوا التعب. طب لو فرضا حضرتك بتعملي كده عشان خايفة من اللي قدامك اللي هو يحسدك، الافضل هنا انك تسكتي، بالذات لو اللي قدامك ده ما سألكيش عن حاجة تخص حياتك او استفسر عن اي حاجة تخص حياتك، وممكن ما يبقاش همه اصلا ومن اخر اهتماماته ان هو يعرف حاجة عن حياة حضرتك، بس انت اللي الوهم ماسكك ومش سايبك ومهيألك ان اللي قدامك ده انت محور الكون بالنسبة له. الموهوم بالحسد حاسد من الدرجة الاولى. الموضوع شاغل بالك يبقى انت كمان بتحسدي. اوعي دايما تخلي نفسك من الناس اللي دايما بتعلق مشاكلها على شماعة الحسد. انا من وجهة نظري في الناس دي ان هم اللي بيشقوا نفسهم وبيتعبوا نفسهم، ودايما الاذى بيكون رفيق ليهم. هو لا الحسد بيرتاح بحسده ولا الموهوم بالحسد بيرتاح بوهمه. لو وصلتي معايا لغايه هنا اوعي تنسي تسيبي اللايك بتاعك. طب ازاي يا سهى ابعد العين دي عني؟ ازاي احصل
نفسي من الحسد. برنامج حصن المسلم على تليفونك، أذكار الصباح والمساء ما تفارقكيش أبدا في حياتك. أعمل إيه تاني بعد كده؟ أجيب إزازة مية زي دي بالظبط، أكتب الرقية الشرعية في ورقة، أملى الإزازة مية، نفسي يكون في الإزازة كده بالظبط، الهواء اللي خارج من بقي يكون جوه الإزازة. يعني لو مثلا هقول أعوذ بكلمات الله التامة، هتكون كده بالظبط زي ما أنا عاملة بالظبط. المية اللي هيكون مقروء عليها دي أشرب منها لمدة 7 أيام، ولو عايزاها تقعد معايا شوية ممكن أجيب كوباية فيها مية وافتح الإزازة دي وأحط منها بس بق صغير في الكوباية اللي معايا، فهتكون كلها مقروء عليها. اغتسل لمدة 3 ايام بره الحمام. بعمل ايه؟ بجيب طبق كده بحط فيه مية عادية خالص من الحمام، وبحط فيه شوية من الازازة دي، طبعا بره الحمام لان المية مقروء عليها. بكون انا كمان واقفة جوه طبق تاني كبير. اهم حاجة ان المية دي ما تنزلش في الارض، ونصب على نفسنا 3 مرات لمدة 3 ايام. حصنتي نفسك خلاص، يلا على الشقة. هنجيب بخاخة هنملاها برضو مية ونحط فيها شوية من المية دي، هنرش على حوائط وأركان الشقة من فوق. وطبعا عشان عمرنا ما نوصل للمرحلة دي أبدا، هنحاجي ونقفل على بيوتنا ونقفل على عيشتنا ونخبي ولادنا ونخبي حياتنا، عشان حقيقي تقلب الحال وحش جدا وفواجع الأقدار وحشة قوي قوي. ربنا يحفظني ويحفظكم منها يا رب. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اوعي تنسي اللايك بتاعي. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة عليك النهاردة وقدرت افيدك ولو بمعلومة صغيرة قد كده. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله بإذن الله بموضوع جديد وانت بأفضل وبأحسن حال. يلا سلام.